السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتكم مروان هيستوري. شكون اللي كان وراء اغتيال ومحاولة قتل دونالد ترامب؟ ياك ترامب تنحى على الحكم لصالح جون بايدن، ولا تكركب مع الدروج، ولا بايدن هو اللي حاكم العالم وحاكم أمريكا. علاش بيصفيو الحساب لترامب؟ اشنو دار ترامب اللي غيصفيو ليه الحساب؟ إذا بغات تعرف الحقيقة شوية تابع معايا الاخوان، غنقول لكم شويه من الحقيقه. تابع معايا القناه مروان هيستوري. اذا سير على بركه الله، توكلوا على الله. اغتيال الرؤساء في تاريخ امريكا كان شي حاجه بسيطه وعاديه جدا، فكانوا تغتالوا الرؤساء ديال امريكا. وغادي نبداو القصه مع اغتيال اول رئيس ديال امريكا كان تيحكم الجنوب ديال تاريخ امريكا. ديك الساعه يلاه غتوحد امريكا في عام 1865. غادي تغتال وغيتصفى الحساب لابراهام لينكولن اللي كان تيحكم الجنوب، وكان يدعم وكان تيساند العبيد اللي كانوا يضطهدوهم للشمال ديال امريكا. وهكا غتبدا توالى الاغتيالات وتصفيه الحسابات من بعد اغتيال ابراهام لينكولن، وغتمشي هذه السلسله ديال الاغتيالات حتى 2024. علاش بيعاودوا نفس السيناريو ونفس المسرحيه ويقتلوا ويغتالوا ترامب؟ واش هذه المحاوله ديال اغتيال ترامب واش كان مخطط ليها ومدبر ليها جون بايدن، او لا كانت مخططه ليها شي منظمه اخرى اللي ما كانش ما معروفاش في امريكا، او لا شي تدبير واغتيال من خارج امريكا، او لا من طرف ايران اللي خطات باش تقتل ترامب؟ المعلوم ان النظام ديال امريكا كيتكون من جوج احزاب، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لا ثالث لهما. وهاد الاحزاب جوج كيتنافس فيما بينها. الحزب الجمهوري كيتزعموا دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي جون بايدن. وهاد الاحزاب متنافيه مع بعضها، وكل حزب ما كيشبه الحزب الاخر. الجمهوريين قيادة ترامب هو حزب محافظ يقول بان الحريه محدوده، وبغينا نكونوا الاسره في امريكا يكون الاب والام والاولاد، ما بغيناش تكون عندنا تفرقه في الاسر. وايضا تيقول هذا الحزب وتنادي بان امريكا هي اللي حاكمه العالم وخاصها تسير راسها براسها، وعاده غتخرج لخارج الدول الاخرى باش تسيطر على الدول الاخرى ودير فروع ديالها. عكس الحزب الديمقراطي اللي عنده راي اخر وتيقول ان امريكا هي اللي مسيره ومهيمنه على العالم وعندها الحريه المطلقه، اي واحد بغى يدير شي حاجه يديرها، ماشي بالضروره تكون الاسره. ولكن علاش بيصفيو الحساب لدونالد ترامب؟ علاش كان واقف تما في الاجتماع ديالو كيلقى داك الندوه حتى جاتو رصاصه اللي غدوز لي من الجناب ديال ودنو، فلتات ما تدخل ليه الراس؟ شكون اللي كان وراء محاوله قتل دونالد ترامب؟ هنا غادي ندخلوا في الحقيقه شويه، وغادي نقولوا بان امريكا فيها الدوله العميقه، الدولة السرية اللي ما معروفاش، الاشخاص ديالها هما مجهولين. هنا واحد الشركة واحد المنظمة كتتحكم في الاحزاب بجوج، وايضا الاعلام الامريكي، سواء الاعلام اللي تتحكم فيه وتابع لدونالد ترامب او الاعلام اللي تابع لجون بايدن. فجوج الاعلاميات عندهم شخص واحد هو اللي كيتحكم فيهم، وهذا الشخص هو اللي تيدبر هذه الشركة اللي ما معروفاش وما معروفينش الاشخاص والرجال اللي فيها. اذا هنا القضية فيها ان وربما هذه الشركة هي وهذه المنظمه هي اللي غدير هذا التدبير وهذه الخطه، او نظريه المؤامره. وباش نعطيكم اللاصق في دقيقه، هو ان في 2022 غيبان واحد الشاب كيقرا في واحد المدرسه، وهذا الشاب هذا كان حامل واحد التريكو ولا واحد التيشورت فيه واحد العلامه ديال ديك الشركه اللي معروفه في امريكا ولا ما معروفاش وكاينه في الكواليس. وهذا الشاب كان حامل واحد الاشهار ديال ديك الشركه. نفس الشاب هو اللي غيحاول يصفي الحساب ودير محاولة اغتيال لأكبر رئيس ديال أمريكا سابق هو دونالد ترامب. وهنا تيجيو تساؤلات بزاف وعلامات استفهام، هو أن واش هاد الشركة عندها يد في محاولة اغتيال دونالد ترامب؟ إذا هنا وصلنا لنهاية الحلقة حول محاولة اغتيال دونالد ترامب وعلاش بغا يقتلوا دونالد ترامب. خليو لي الآراء ديالكم في التعاليق،